كيكة الحليب أو القشطوطة من أحلى الكيكات اللي تقدري تعمليها في البيت، بتكون طرية أوي ودايبة في الحليب. بس النهاردة احنا هنعمل الكيكة بالمية ونسقيها بالحليب، وهنعمل مع بعض أحلى صوص كراميل نزين بيه الكيكة بتاعت النهاردة. هتعملي كيكة وهم بجد. يلا بينا نبدأ. وفي الأول كده بسم الله. هحتاج لكوبايتين ونص دقيق، وهستخدم اللي هو مج الشاي الإزاز، مع معلقتين كبار نشا وذرة ملح بسيطة ومعلقة كبيرة مليانة بيكنج باودر. هفوت الدقيق والبيكنج باودر على منخل وهقلبهم واركنهم على جنب. بعد كده معايا تلت كوباية زيت، وممكن اخليها نص كوباية. بعد كده معايا كوباية مية، والكيكة النهاردة احنا هنعملها بالمية. بعد كده في حلة العجان او في طبق غويط او ممكن في الخلاط هنحتاج لكوباية سكر واربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ ومعلقة كبيرة فانيليا سايلة. في الأول هشغل العجان على سرعة بطيئة لحد ما البيض يفك من بعض. بعد كده هعلي السرعة لحد ما السكر والبيض عندي يبقى زي الكريمة الخفيفة. هيبقى الخليط لونه فاتح بالشكل ده، بس الكريمة عندي هتكون خفيفة شوية. بعد كده هنزل بالزيت بس على سرعة بطيئة. هقلب الزيت مع خليط الكريمة، وبرضو لو أنا بستخدم المضرب الكهرباء فأنا هقلل السرعة عند إضافة الزيت. بعد كده هنزل بالمية. بعد كده نخلط الدقيق واحدة واحدة. لو احنا استخدمنا الخلاط فاحنا هنحط السكر والبيض والزيت واللبن، وبعد ما نخلطهم زي الكريمة هننزل بيهم على الدقيق ونقلب بالمعلقة أو بالمضرب السلك. آخر حاجة ممكن نضيفها معلقة صغيرة من قصانص الحليب، وده هيدي للكيكة طعم وريحة حلوة قوي. ده لو متاح عندنا هنستخدمه، لو مش متاح هنكتفي بالفانيليا. نقلب في الآخر تقليبة بسيطة. بعد كده ننزل بخليط الكيك في قالب مقاس 30 في 40. وبعد كده هندخل الكيكة فرن سخن مظبوط على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص، والنار عندي من تحت بس، وبتقعد معايا من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. وهسيب الكيكة تبرد وهحضر صوص الكراميل. وعلى نار هادية زي ما شفنا كده هنحط طاسة تكون كبيرة شوية ومعايا كوباية سكر، وهوزعها بالشكل ده بحيث ان طبقة السكر تكون طبقة بسيطة. وهسيب السكر لحد ما يتكرمل ويبتدي ياخد لون عسلي بسيط. النار هادية جدا علشان السكر يتكرمل صح وما يبقاش طعمه محروق. والسكر بيتكرمل على النار معايا كوباية لبن، وهنزل عليها بمعلقتين صغيرين مليانين من النشا. هدوب النشا في اللبن كويس قوي. بعد كده هرجع للسكر. السكر عندي بدأ يتكرمل كله وياخد اللون العسلي ده. ونخلي بالنا لو النار عالية قوي السكر هيتكرمل بسرعة وهيكون طعمه مر، فضروري ان احنا نسويه على نار هادية. واول ما ياخد اللون العسلي ده نقلبه تقليبة بسيطة علشان لو فيه شوية من السكر كده لسه حبيبات يدوب معانا بسرعة. بعد كده معايا معلقة زبدة. لو مش متاح عندي الزبدة ممكن استخدم معلقة سمنة بلدي لو عندي. لو مفيش ممكن نستخدم اي نوع سمنة، ونستخدم قصنص الحليب. ده هيدينا طعم حلو قوي. وفي كمان قصنص الزبدة نقدر ان احنا نجيبه من عند العطار او من محل خامات الحلواني ونستخدمه، برضو هيدينا طعم حلو. عندي هنا السكر بلون عسلي، قلبت معاه الزبدة. بعد كده هنزل بكوباية الحليب والنشا. بقلبها كده قبل ما بنزل بيها، بس بنزل بشوية صغيرين من اللبن. وهنا لازم استخدم حاجة تكون اليد بتاعتها طويلة شوية، يعني ما ينفعش ان ايدي تبقى قريبة من البخار اللي طالع من الطاسة. لازم ايدي تكون بعيدة شوية. وبقلب كده من بعيد. بعد كده بنزل بباقي كمية اللبن. بقلب كويس قوي لحد ما يتكون عندي صوص بلون كده مظبوط. لازم يكون لونه عسلي فاتح. يبقى في النهاية نار هادية، سكر متكرمل بلون عسلي بسيط كده، هيبقى معانا صوص كراميل مظبوط. هنسيبه يغلي غلوتين علشان النشا يستوي كويس. بعد كده هنسيبه يبرد على جنب. ومعانا هنا مربة الحليب نقدر نستخدمها. معانا كمان صوص الكراميل، الحاجات دي جاهزة نقدر نشتريها من محل خامات الحلواني. هنستخدم صوص الكراميل كده زي ما هو. لو حسينا ان هو تقيل معانا هنحط شوية في طبق مع معلقة او معلقتين مية، ونبتدي نقلبها كويس قوي. هنوزعها على وش الكريمة، هيدينا نتيجة حلوة قوي. بالنسبة لمربة الحليب برضو نقدر نحط معلقتين 3 كبار في طبق، وهننزل عليهم بمعلقتين مية نقلبهم كويس قوي. نقدر نستخدمها على وش الكريمة. لو احنا ما عندناش مساحة ان احنا نحضر صوص الكراميل في البيت او ما ظبطش معانا، نقدر نستخدم المنتجات الجاهزة دي، هتدينا نتيجة حلوة قوي. هنا الكيكة بردت معايا، والطبقة اللي في النص كانت عالية شوية، فأنا علشان الكريمة عايزاها تكون متساوية معايا شلت الطبقة اللي على الوش عشان أساوي وش الكريمة. بعد كده بجيب كوباية حليب وبسقي بيها الكيكة. بحاول أنا أوزعها في كل الجوانب بالتساوي.
هنا أنا استخدمت كوباية واحدة، طبعًا في بعض الناس بتحب تسقي الكيكة بكمية كبيرة جدًا من الحليب، تقدري تحطي الكمية المتاحة ليكِ. بعد كده باحضّر الكريم شانتيه ومعايا هنا كوباية إلا ربع مَيّة، كوباية كريم شانتيه خام اللي هو بدون سكر، ونُص كوباية سكر صغيّرة. أنا مش باكتّر هنا كمية السكر عشان إحنا هنستخدم صوص كراميل، فعلشان الكيكة ما تبقاش مسكّرة بزيادة. هاخفق الكريمة كويس أوي، بعد كده هاحطها في كيس، نقدر نستخدم على فكرة كيس التلاجة ونعمل فيها فتحة بسيطة. بعد كده هنبتدي نوزّع الكريمة على الكيكة، وزي ما قُلنا هنا إحنا نقدر نسقي بكمية الحليب اللي إحنا بنحبها. لو أنتِ حابة الكيكة كده تكون دايبة في الحليب ومنغنغة بالحليب، تقدري تستخدمي 3 كوبايات حليب، وهنا الكيكة هتبقى دايبة خالص في الحليب. لكن مقدار كوبايتين بيخلّيها مضبوطة جدًا. لو أنتِ عايزاها خفيفة شوية هتستخدمي كوباية واحدة زي ما أنا استخدمت. بعد ما بنساوي وش الكريمة، نخلّي الوش بتاعها طبقة ناعمة خالص، بنحط صوص الكراميل بنوزّعه بالمعلقة خطوط كده جنب بعض بسيطة، وبضهر المعلقة بننعّم صوص الكراميل. بعد كده علشان أعمل خطوط أزيّن بيها وش الكيك، باخد معلقتين من الكريم شانتيه، وعلشان هي بتكون متماسكة لازم أخفّها بالمَيّة. لو أنا استخدمتها زي ما هي الخطوط معايا هتتشكِّل، بس لمّا هاجي هاوزّعها بالعود الخشب، الخطوط اللي أنا شايفاها دي كلّها هتتكسّر كده والرسمة كلّها هتبوظ. فضروري الكريمة أخفّها بالمَيّة وأشكِّل بيها. كمان لو عندي معلقتين من النوتيلا أو الشوكولاتة، أقدر إن أنا أسيّح الشوكولاتة وأحُط لها برضه شوية صغيّرين جدًا من الزيت، الشوكولاتة عندي تبقى طرية. بعد كده هاوزّعها في خطوط، وبعد كده بالعود الخشب هاعمل خطوط رايح جاي عكس بعض هتدّيني الشكل الجميل ده. كده الكريمة عندي بقت دايبة على صوص الكراميل كده هي والشوكولاتة أو النوتيلا، من غير الرسمة اللي أنا شكّلتها ما تتلخبط في بعض. الكريمة لو أنا ما خفّيتهاش بمَيّة الشكل مش هيطلع بالطريقة دي. وبكده عملنا أحلى كيكة حليب أو أحلى قشطوطة في البيت. نطلّع حتّة من النُص كده ونشوف أخبار الكيكة إيه. طبعًا في المحلات بيستخدموا دقيق السبونش الجاهز، فالكيكة بتكون طالعة ناعمة جدًا وخفيفة جدًا. لكن الكيكة اللي إحنا عاملينها في البيت بتكون متماسكة شوية، علشان كده مع الحليب بتدّينا نتيجة أفضل. لو حابة تستخدمي دقيق البونش الجاهز ما فيش مشكلة خالص، بس ما تزوّديش مقدار الحليب اللي أنتِ بتسقي بيه الكيك. هتعملي أحلى كيكة، الصوص طالع طعمه حلو أوي، الكيكة خفيفة، مقدار الحليب مضبوط. جرّبوا الطريقة دي هتعجبكم جدًا، وهتعملوا أحلى كيكة حليب في البيت، وعلى فكرة بالمَيّة طالعة طعمها حلو. إن شاء الله تعجبكم